السلام عليكم. عايز اتكلم في موضوع البنت اللي امبارح كان يعني ترند في مصر. وكيل الوزارة اللي دخل على طلبة المدرسة الثانوي في بني سويف والبنات وفتح الدرج بتاع البنت، فلقى كيس الفول ورغيفين عيش والبهدلة اللي بهدلها لها. انا بستغرب، هو قيادات عندنا مالها؟ فيها ايه؟ حصل ايه؟ هي ناقصة يعني انت مش ليك اسرة وبيت وشايف اللي احنا فيه؟ ايه يعني بدل ما انت تصعب عليك البنت ان يعني جايبه كيس فول بال 15 جنيه ولا رغيفين عشان تاكل اخر اليوم، ويا عالم اهلها بيصرفوا على كام عيل ليها اخوات ولا ايه؟ ده التعليم بقى عقاب. يعني التعليم نفسه بقى عقاب للي بيتعلم من الطلبة ومن أهاليهم. فأنت كمان جاي تزود الطين بلة. مين اللي بيحط القيادات ديت؟ يعني لغاية امتى هتقعد القيادات ديت عقلية؟ يا عم تعالى اسأل في ايه المعوقات اللي واقفة قدام البنت او التلاميذ. انت بتفتخر بايه يعني وتحولها وتعمل مذكرة هو ايه الفضل اللي احنا بقينا فيه ده؟ لغاية امتى هيقعد البني ادم المصري يعني عنده جزء كبير من الرجعية؟ رجعية ايه؟ ده تخلف. لا 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 لا. يا جماعة يا ريت حد يتحرك يعني لإزالة الكلام ده. أنا عارف النتيجة في الآخر بعد الهيصة اللي حاصلة دي هيجيبوا البنت والمحافظ يقابلها ويعتذر لها وبعدين يعني والدها اللي لا حول ولا قوة قال لك أنا موظف تربية والتعليم لو قدمت شكوى هيستقصدوني. ما حدش بيعرف ياخد حقه في البلد دي خالص يعني، خالص. يعني هو ايه الحق؟ يعني انا عايز افهم، بدل ما يسأل هل في وجبة بتنزل للطلبة؟ هل الطلبة يعني فين الوجبات اللي كانت بتنزل زمان وفين وفين؟ هنسأل زمان؟ قول لي زمان، ارجع يا زمان. انا بوجه رسالة لكل مسؤول في اي مكان: فكر كويس قبل ما تاخد قرار او تتعامل مع انسان تعذبه بتصرفك الغير مسؤول. الحكاية مش ناقصة، والله ما ناقصة. سلام.